الله غنهضروا على طريقة بسيطة لصناعة حمام بلدي تقليدي بالعواد، يعني بالجذور ديال الأشجار. وهذا النوع ديال الحمامات كيكون غالبا في البادية ولا في الفيرميت، ماشي في المدينة. والميزة دياله إنه حمام بسيط وبدون تكاليف كبيرة. أول حاجة غنهضروا على المساحة ديال الحمام. المساحة اللي غنديرو اليوم هي تقريبا جوج متر في 3 متر، يعني العرض ديالو جوج متر والطول ديالو 3 متر. هذه المساحة كافية باش تدير حمام بلدي صغير ومفيد. من بعد ما كنحددوا المكان كنبدأوا نبنيو الحيطان ديال الحمام. البناء كيكون بالطوب ديال العافية اللي كيتحمل الحرارة وما كيتأثرش بالنار. الطوب كيتحط بطريقة مزيانة باش يكون الحائط قوي وما يتشققش مع السخونية. من بعد ما كنكملوا الحيطان كنمشيو للمرحلة المهمة وهي بناء القاعدة اللي غادي تسخن الحمام. كنبنوا واحد الطوب داخل الحمام كامل بعلو تقريبا 50 سنتيمتر والسماكة دياله تقريبا 21 سنتيمتر. هذا البناء كيكون بحال منصة داخل الحمام. هذه المنصة هي اللي غادي يكون تحتها مكان النار، يعني النار كتشعل تحت هذا البناء والسخونية كتطلع للفوق وكتسخن الأرضية ديال الحمام. وبهذا الشكل كيولي الحمام سخون بطريقة طبيعية وبسيطة. الشيء اللي كتميز بهذا الحمام البلدي بالعواد هو إنه الوقود دياله طبيعي. كنستعملوا جذور الأشجار أو الحطب، وهداك الشيء اللي كيعطي حرارة قوية وكيخلي الحمام يسخن مزيان. ومن بعد ما كنشعلوا النار تحت الحمام كنخليوا الوقت باش السخونية تنتشر في الأرضية وفي الجدران. مع الوقت كيتحول الحمام كامل إلى مكان دافئ، والناس يقدروا يدخلوا يديروا الحمام البلدي بطريقة تقليدية. هذا النوع ديال الحمامات كيتواجد بزاف في البادية ولا في الفيرمات، حيث الناس كيكون عندهم الحطب بسهولة وما كيحتاجوش تجهيزات معقدة ولا مواد غالية. الميزة ديال هذا الحمام هي إنه سهل في البناء، ما كيحتاجش مصاريف كبيرة، كيعطي سخونية طبيعية وكيخدم بالحطب أو جذور الأشجار. وفي الأخير كنقول إنه الحمام البلدي التقليدي بقى من التقاليد القديمة اللي كانوا كيعتمدوا عليها الناس من زمان، خصوصا في القرى والبادية. وإلى دار الإنسان هذا الحمام بالطريقة الصحيحة غادي يحصل على حمام بسيط عملي وسخون بدون مصاريف كثيرة. نتمنى يكون الشرح عجبكم، وإذا كان عندكم شي سؤال ولا استفسار كتبوه لينا في التعليقات. إذا بغيت نقدر حتى نعطيك الطوب كيتحط بطريقة مزيانة باش يكون الحائط قوي وما يتشققش مع السخونية. من بعد ما كنكملوا الحيطان كنمشيو للمرحلة المهمة وهي بناء القاعدة اللي غادي تسخن الحمام. كنبنوا واحد الطوب داخل الحمام كامل بعلو تقريبا 50 سنتيمتر والسماكة دياله تقريبا 21 سنتيمتر. هذا البناء كيكون بحال منصة داخل الحمام. هذه المنصة هي اللي غادي يكون تحتها مكان النار، يعني النار كتشعل تحت هذا البناء والسخونية كتطلع للفوق وكتسخن الأرضية ديال الحمام. وبهذا الشكل كيولي الحمام سخون بطريقة طبيعية وبسيطة. الشيء اللي كتميز بهذا الحمام البلدي بالعواد هو إنه الوقود دياله طبيعي. كنستعملوا جذور الأشجار أو الحطب، وهداك الشيء اللي كيعطي حرارة قوية وكيخلي الحمام يسخن مزيان. ومن بعد ما كنشعلوا النار تحت الحمام كنخليوا الوقت باش السخونية تنتشر في الأرضية وفي الجدران. مع الوقت كيتحول الحمام كامل إلى مكان دافئ، والناس يقدروا يدخلوا يديروا الحمام البلدي بطريقة تقليدية. هذا النوع ديال الحمامات كيتواجد بزاف في البادية ولا في الفيرمات، حيث الناس كيكون عندهم الحطب بسهولة وما كيحتاجوش تجهيزات معقدة ولا مواد غالية. الميزة ديال هذا الحمام هي إنه سهل في البناء، ما كيحتاجش مصاريف كبيرة، كيعطي سخونية طبيعية وكيخدم بالحطب أو جذور الأشجار. وفي الأخير كنقول إنه الحمام البلدي التقليدي بقى من التقاليد القديمة اللي كانوا كيعتمدوا عليها الناس من زمان. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وكومنتيوا لي شنو بغيتي تشوفوا في الفيديو الجاي. وإلى ما زال ما درتيش الاشتراك، مرحبا بك في العائلة.